اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده يا رب. تعالوا بقى نعمل محشي بطريقه سهله جدا ولذيذه. اول حاجه هبدا بيها هي الفرخه بتاعتي، هتبلها كويس جدا. انا بشرب بصلايه كبيره وهضيف عليها ملح وفلفل اسمر. هخلطهم كويس جدا بقى، احاول اوزع البصل كويس جدا كده مع الفرخه. بحب احشيها كده بصل، بتديها طعم حلو جدا وبتمنع الزفاره نهائي. انسي زفره الفراخ دي نهائي وتخلي الشوربه بتاعتك جميله ما شاء الله. وبكده بقى خلاص انا وزعت البصل كويس جدا، هشيله في الفرخه. وهنا الميه بتاعتي كانت غليت، هضيف بقى حبهان، ورق لوري، عود قرفه كده، وده اختياري، ووعدة ليمون رومي، وكبابه صيني، وطبعا ملح وفلفل اسمر. تمام. اهم حاجه الميه بتاعتك تكون غاليه كويس، وطبعا بتضيفي بصلايه، بس يعني اللقطه دي ما جاتش وانا بضيفها. تمام. هسيب بقى الفرخه بتاعتي تاخد غلوتين كده وبعدين نهدي عليها. تعالوا بقى نبدا في خلطه المحشي. انا هضيف زيت. انا فرمه كده 3 بصلات كبار، هضيفهم واضيف عليهم عصير الطماطم. هقلبهم بقى كويس كده واسيبهم يتسبكوا مع بعض. انا ما بحمرش البصلايه تماما، مش بحب احمرها عشان المحشي يبقى خفيف كده وحلو، ما يتعبش المعده. هنا بقى هقطع الخضار بتاعي على ما التسبيكه تتسبك وكده. طبعا انا معايا شبت وكزبره وبقدونس. وبكده خلاص انا قطعت الخضار بتاعي. هنا التسبيكه ما شاء الله كانت اتسبكت تماما زي ما انتم شايفين كده. اضيف بقى عليها الرز واديله تشويحه بقى معاه. وبكده خلاص انا اديت له تشويحه بسيطه كده على النار. هضيف بقى التوابل بتاعتي وبعدين الخضار. انا معايا ملح وفلفل اسمر وبهارات محشي مشكله، ومعلقه صغيره كده من بهارات اللحمه بتديها تست عالي جدا، وطبعا ضفت معلقه توم مفروم. هوزعهم مع بعض كويس جدا وبعدين اضيف الخضار. كده بقى اقلب الخضار كويس جدا مع خلطه المحشي، احاول اوزعهم كويس جدا. عايزه اقولك بصراحه احلى خلطه محشي هتعمليها والله لو مشيتي بالخطوات دي، بجد هتعجبك جدا. وبكده بقى خلاص انا وزعت الخضار كويس جدا مع الرز وكده. هنا بقى انا جبت الصواني بتاعتي وحطيت فيها شرايح طماطم وشرايح بصل. احنا المره دي هنعمل المحشي في الصينيه. تمام. هنا بقى هعمل الكوسه كده بطريقه جديده كده ومختلفه بس حلوه والله، يعني هتعجبكم باذن الله، ولو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات تحت. انا قطعت الكوسه كده زي ما انتم شايفين بعد ما قورتها، واحشيها وارصها في الصينيه. يعني تغيير كده في الشكل والله بس حلوه. وما تقلقوش الرز مش هيخرج منها نهائي ولا اي حاجه خالص، وهيدنه مكانه.
طبعا مش دي كل الكمية يعني، ده عينات كده. كده خلاص انا هحشي الكوسة معاكم بقى. ما تقلقوش نهائي، لو انتوا حابين تجربوا الطريقة الرز مش هيطلع بره نهائي وهيدنوا مكانه. يا ريت بقى لو وصلتي معايا الفيديو لحد دلوقتي تنسيش تحطي اللايك الحلو بتاعك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. اخلص بقى كل الكمية وارجع لكم. وبكده انا حشيت الكوسة هرص، والبتنجان برضو حشيته بس هرص معاكم. وبكده بقى خلاص انا رصيت البتنجان كل الكميه اللي كانت معايا. ما شاء الله الصينيه دي خدت 2 كيلو بتنجان. هنا بقى الفرخه بتاعتي كانت استوت، بس استوت شويتين زياده عن اللزوم يعني، فهضطر بقى ادخلها الفرن تتحمر. تمام. هنا بقى اسوي المحشي بتاعي على النار، وعلى فكره ممكن بعد ما تسويه على النار تدخليه تحت الشوايه ياخد لون لو انت حابه، بس انا هكتفي اللي انا اسويه كده يعني، مش هدخله تحت الشوايه ولا حاجه. طبعا بقى اضيف الشوربه عشان يستوي، هضيفه لحد نص البتنجان كده. ما تكتريش بقى شوربه في الكوسه لان الكوسه بتستوي على طول، يعني لحد ربعها كده. هغطي بقى الصواني كده عشان تستوي معانا المحشي يستوي معانا كويس. هنا بقى نعمل الملوخيه. انا صفيت الشوربه بتاعتي كويس جدا، وهضيف بقى معلقه توم كبيره، وضفت مكعب مرقه دجاج.
طبعا الشوربة فيها الملح بتاعها، واول ما الشوربة غليت معايا هنزل بالملوخية. انا بس بقلبها كده بفككها من بعض عشان كانت متماسكة شوية. خلاص هي كده خدت غلوتين، هطفي النار بقى كده ونعمل الطشة بتاعتها. نجيب بقى الطاسة الصغيرة بتاعتي دي وحطيت فيها معلقة سمنة. اول ما تسخن كده انزل بمعلقة ثوم كبيرة. خلي بالك بقى وانت بتقلبي الثوم كده عشان مش عايزين يحمر قوي، عشان يعني لو خد لون زيادة عن اللزوم هيمرر معاكي الملوخية ومش هيخليه لون ذهبي كده. كده خلاص التومة بتاعتي قربت تاخد لون. في الوقت ده قلبي كويس جدا. كده بقى خلاص هضيف لها كده معلقة كزبرة كبيرة، طبعا كزبرة ناعمة. اول ما تشمي بقى ريحة الكزبرة كده بتقفلي عليها على طول. كده عملنا احلى ملوخية. عايزة اقولك ما شاء الله والله طعمها كان حلو جدا. شايفين بقى ما شاء الله القوام بتاعها حلو ازاي والطعم جنان بصراحة. شايفين ما شاء الله لونها اخضر ما اصفرش ولا اي حاجة. اهم حاجة الملوخية وهي سخنة ما تغطيهاش عشان بتسقط. وهنا بقى ما شاء الله المحشي بتاعي كان استوى، وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم ويكون الفيديو كده كان خفيف على قلوبكم. شايفين وشايفين الكوسة اهم حاجة. اقول لكم بقى دمتم سالمين واسيبكم في رعاية الله وحفظه.